العيل بضرس او بسنه، دي بالنسبه للعيال العاديه. في بقى عيال تانية بتبقى بركه خالص، الشغل معاهم بالجوز. يعني انت يا غلبانه كده تكوني لسه ما ربعنتيش ونلاقيكي شايله الواد كده ورايحه على دكتور الاسنان. لا مش هنكشف عليه، هو عليكي انت. عارفين بقى لما نمسك حد كده ربنا يكون محكمنا عليه وناكل ودانه ونقعد نقول له اسمع اكتر ما تتكلم، ربنا خلق لنا ودنين عشان نسمع اكتر ونتكلم قليل. اكتر مكان ممكن نبدا فيه التدريبات دي وننفذها فعلا، ايوه عند دكتور الاسنان. والله زي ما بقول لكم كده، انا رايحه اخلع سنه او ضرس، مش رايح مركز تاهيل نفسي او تدريب يوجا. عارفين دكتور الاسنان اللي بيقعد يحكي معانا بقى في مواضيع وعاوز الكلام كده يبقى رايح جاي، وانت يا غلبانه منك ليها اصلا انت مش عارفه تقفلي بقك. الغريبه ان الدكتور بينسى ان انت اصلا مش عارفه تكلمي وبيبقى فعلا مستني منك رد. اكتشفت ان الموضوع ده منتشر جدا في دكاتره الاسنان. دي فرصه كويسه جدا اننا نتعلم مهاره ان احنا نسمع اكتر ما نتكلم. كم واحد فينا بيبقى نفسه يرد ومش عارف؟ انتوا متخيلين كميه التحكم في النفس اللي بتبقى غصب عننا؟ طيب مين بقى تاني يقدر يمسك بقنا ولساننا الماسكه دي؟ ربنا خلق لنا العقل عشان نميز الكلام والفعل اللي بيحصل قدامنا ونعرف امتى نرد وامتى نسكت، والسكوت في معظم الوقت حكمه. ولو قدرتي تتحملي الدقيقتين دول ووصلتي معايا لاخر الفيديو، فاعرفي ان اللي بتكلمك وشخبطت شويه الشخابيط دول دكتوره اماني كمال، اخصائيه نساء وتوليد.